ما سويت البامية رح ساوي اللحمة مشوية. هلا هيك هلا هي اللحمة بعد ما قليتها مع البامية خلصت منها. هلا رح احط البندورة. البندورة انا بحبه اكتر من البامية. هاي البندورة انا مقطعتها قطع صغيرة، بندورة فريش مع عصير او دبس البندورة بحطها. هلا بغطيها بقى وبتركها لتستوي. هلا بغطيها وبتركها لتستوي. هلا انا بعد ما حطيت بعد ما حطيت اللحمه وحطيت الثوم حطيت البندوره. هلا راح احط لها الملح. هيك الملح راح احطه اتركها لتستوي تقريبا شي نص ساعه، وقبل ما تستوي مظبوط راح احط الباميه معها. هلا هي الفلفل الاسود معها بحطه، وكمان فلفل احمر. هلا بغطيها وبتركها. هلا بغطيها وبتركها تقريبا شي 20 دقيقة بين ما تغلي. بس تغلي بحط عليها البامية. هاي البامية انا البامية قليتها وجهزتها، بس تغلي بحط البامية. وهلا بعد ما استوت عندي البندورة تقريبا استوت. رح فرجيكم كيف صارت. استنيت البندورة، انتو حاسينها كتيرة بس هلا هي ما رح تبقى منها غير المرق. انا بدي منها مرقتها. انا بفرم البندورة فرم بصراحة، ما بحب عصير البندورة بالبامية، بحب البندورة لازم. بس هلا رح اضيف لها شوي بندورة، دبس بندورة. هذا كتير بحبه، هذا النوع من معجون البندورة، من دبس البندورة كتير بحبه. بحس طعمته هيك بتشبه طعمة دبس البندورة اللي كنا نسويه ببلادنا، كتير طعمته طيبة. هلا انا رح احط منها معلقة واحدة. انا عندي مشكلة بفتح هدول، بلاقيها صعبة. بدي رح افتحها. احط معلقة دبس بندورة مع البندورة، وكمان عندي ليمونة، عصير ليمونة واحدة. الليمون بيعطيها طعمة حموضة، لأنه البندورة هون عندهم بألمانيا كتير حلوة، وأنا بصراحة ما بحب طعمة الحلاوة اللي بحبها هيك شوية حموضة فيها، ما بحبها هيك تكون حلوة. هلا رح احركها شوي اتركها تغلي مظبوط. بس غليت مظبوط عندي بقى بتكون استوت. هلا رح اتركها كمان شي 10 دقايق تغلي مع دبس البندورة ومع الليمون. انا حاطط لها ملح وبهارات، ملح وفلفل. هلا بعد بقى ما تغلي لها شوي، بين ما تغلي لها شوي انا رح طبق الرز. خليها تغلي شوي رح طبق الرز. رح احط لها سمنة وشعرية. السمنة هي النوع السمنة بقرة الحلوب اللي بستعملها، فعلا طعمتها كتير طيبة وبتشبه طعمة السمن النباتي، السمن الحيواني اللي كنا اول ببلادنا نشتريه. احط لها معلقة منه. خلصت عندي السمنة، رح اجيب سمنة ثانية وراح احط لها شعرية. رح فرجيكم نوع الشعرية اللي انا بستعمله.
بجيبه من كاوفلاند. ما بعرف إذا بتلاحظوا هذا النوع من كاوفلاند هيك مدور هيك تدوير، الكيس مليان هدول القطع شي 8 أو 10 يمكن. هدول كتير مناح، أنا بحسهم حتى طعمتهم هيك العودة تبعوتها أرفع من الشعرية العادية. هلا السمنة رح ذوبها شوي. أو عند الرز طبعا الرز أنا قبل بوقت، وعند الرز أكيد طبعا قبل بوقت غسلته نقعته تقريبا نص ساعة، وبغسله مضبوط عشان النشا اللي بقلبه كله يروح، ما يبقى فيه نشا. هلا أنا عم دوب السمنة بس عشان قلي الشعرية بقلبها. بدل ما تصير السمنة أنا رح سخن المي. هلا صارت السمنة ذابت عندي، رح احط الشعرية اكسرها شوي. يا جميع الحالات رح تتكسر معي. بقليها رح احط لها نقطة زيت نباتي عشان ما يلزق الرز فيها. هلا انا حطيت السمنة بس رح احط لها شوية زيت نباتي عشان ما يلزق الرز ببعضه، يعني يطلع الرز مفرفت هيك ما ملزق بعضه. ريحة السمنة عن جد كتير حلوة وطعمتها كمان كتير حلوة، يعني هي بتشبه فعلا عن جد طعمة السمن العربي. او بنقول له احيانا السمن البارد. صار الساعة 8، انا بطبخ بكير الصبح، ببعت الاولاد على المدارس، بوديهم على المدرسة وبرجع بطبخ. وهلا بعد ما استويت البندورة، هي البندورة استويت شايفين كيف، راح طبق عليها البامية. راح احط البامية واتركها تغلي حتى تستوي مظبوط البامية. هلا بهدي النار عليها، بهدي الحرارة عليها وبتركها تغلي تقريبا شي 3/4 ساعة. هلا الرز الشعرية انا قليته، بعد ما قليت الرز بعده، وبعد ما قليت الشعرية والرز حطيت ملح وحطيت المي فوقه هيك. وهي الرز هلا عم يستوي كمان بده كمان شي 20 دقيقة ليستوي. يعني الرز بيطلع الرز والبامية بيطلعوا مع بعضهم، بيستووا اثنينهم مع بعضهم. هلا استويت البامية عندي هيك. البامية استويت هيك على البامية، حبات البامية استويت خالص. والرز كمان استوى. هيدا الرز استوى كمان. هلا طبخة البامية جنبها رز استوت، بس راح فرجيكم هاي اللوحة حلوة. جبتها انا لاني بحب البحر كتير،
فبتذكرني بالبحر، كأنك هيك قاعدة بشي شاليه جنب البحر والشاطئ. حلو كتير البحر. هدول الفراشات جبتهم كمان. هلا طبخة البامية، هي البامية استويت، الرز استوى، فرجيكم كيف سكتته. هاي البامية خلاص خلصت استوت. هيدا الرز استوى، رح دوقه. حط معلقة رز، ومعلقة بامية. كتير طيبة. شو بتاكلوا جنبها؟ أنا بعصر عليها ليمون باكل جنبها فليفلة خضرا، وبعصر عليها ليمون مرة تانية، لأنه البندورة بحسها كتير هيك طعمتها حلوة.